المهاجم الجديد والقائمة الأهلي مع يانج أفريكانز إن شاء الله هنتكلم في كل التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في ملعب السينيور. قبل ما نبدأ حلقتنا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام الأول في الكومنتات، واللي مش متابعني يتفضل يتابعني واشترك في القناة، وأهم حاجة اللايكات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اتكلمنا ياما عن المهاجم لحد إحنا زهقنا، يعني احنا والجماهير والدنيا كلها خلاص الموضوع بقى فظيع، الموضوع بقى اوفر قوي، بقى اوفر قوي، ما حصلش في تاريخ النادي الاهلي. كابتن سيد معوض احنا قلنا فرحان، كلنا طبعا فرحانين جدا، قلنا هيمسك الملفات وكابتن سيد ومش عارف ايه والصفقات، واتكلمنا في كل حاجه. طب لحد دلوقتي انا متفاجئ، كلنا مندهشين. هو فين المهاجم؟ كل ده هو فين المهاجم؟ مش عارفين نجيب مهاجم خالص. ولما بنحط ايدينا على صفقه بيراميدز تسرقها مننا ومش عارفين نخلص ولا مهاجم، عمالين نتكلم بقالنا ياما قوي، بقالنا سنه من ساعه وسام ابو علي عمالين نقول مهاجم مهاجم مهاجم. ايه ده؟ ما حصلتش. ليه ما حصلتش؟ لحد ما خلاص اكيد هو دلوقتي الواحد بيبقى خايف يطلع يقول اكيد عشان خاطر بنغير قرارنا في الاخر. في الاخر ممكن لاعب خلاص في المطار وجاي عندك بيعمل خلاص يعني الكشف الطبي، وهم مره واحده يلا ده ما حصلش نصيب. بيحصل والله. بس خلاص يعني 90% 95% كاموش الانجولي البرتغالي معاه الجنسيه البرتغاليه. خلاص هو شبه ما خلص ان هو مش عايز، جات له صفقات طبعا من الخليج وعروض من الخليج، هو مش عايز، خلاص قرر للنادي الاهلي وعايز النادي الاهلي. المدرب بتاعه السابق بيطلع في تصريح بيقول لك ايه؟ ما تقارنوش كاموش بوسام ابو علي، اصل وسام ابو علي طويل شويه، مهاجم مش اجمد منه، اختراقات سرعه. انتوا بتعملوا ايه يا جماعه؟ اولا ما ينفعش تقارنوا لاعب بلاعب، ما ينفعش تقارنوا مهاجم بمهاجم. اولا نفسيه اللاعب، اولا ما يبقاش فيه ضغوطات، اللاعب بيجي لك كده تحت ضغط، اللاعب بيجي لك تحت ضغط اللي هو ايه؟ انا لو ما عملتش زيه الجماهير مش هتحبني، انا لو ما عملتش زيه احسن منه انا كده الفرصه بتاعتي هتقل، خصوصا اللي انت جاي اعاره 6 شهور. هو مبدا الاعاره ده عاجبني ليه بقى؟ لان لو ما حصلش نصيب خلاص بقى مش هيبقى احنا بقى ملتزمين ان انت تبقى معانا ونشوفوا لك عرض عشان خاطر تطلع وعشان خاطر نجيب حد مكانك. دي اولا. لان احنا شفنا موديست قعدنا نتحاكى، اوه موديست ده ابراهيموفيتش الجديد، وفي الاخر عمل ايه؟ ولا حاجه، ولا حاجه، كنبه. طبعا المدرب بتاع كاموتش قال لك هو اللعيب بيتميز بالمهاره الفرديه، بيتحرك حلو في خط في ال 18 بيعمل، ما ينفعش نقارن، كل واحد ليه مميزات وليه عيوب. كاموش احنا هنشوفه فيديوهاته كان كويس وهجام وكل حاجه، بس على ارض الواقع حاجه تانية. على ارض الواقع حاجه تانية. احنا بقى عايزين نشوف على ارض الواقع هيعمل ايه، شكلك ايه، ايه الدنيا، ايه تحركاتك، ايه الاهداف، كل ده هيبان على ارض الطبيعه. على الطبيعه هيبان، هنحكم عليك في ارض الملعب مع النادي الاهلي، مع التيشيرت كده مع النادي الاهلي، هنشوفك انت عامل ايه. غير كده انا ما اقدرش ادي فيك قرار، انا ما اقدرش اقول انت وحش انت حلو، الفيديوهات بتاعتك مكسره الدنيا، انت مش هقدر اتكلم في كل الكلام ده. اللي انا هقدر اقوله اللي انت ايه مع النادي الاهلي، بعد ما لبست التيشيرت مع النادي الاهلي عملت ايه. نقدر بقى نقول عليك كده، بس احنا ما كناش مستنيين صفقه زي دي. احنا قلنا صفقه سوبر هتكسر الدنيا بقى، هتجيب لنا حد بقى عالمي. النادي الاهلي معاه فلوس، مسكت صفقات وطلعت، ومسكت من وسام ابو علي فلوس، ومسكت من ده فلوس، وعندك وفي اكاديميات هنا وفي السعوديه وهنا وهنا، فانت عندك. فانت المفروض مهاجم سوبر، انت جبت 5 صفقات من ضمنهم واحد سوبر حلو شويه في فلوس شويه اللي هو مين؟ يوسف بالعمري. لكن بقيه الصفقات محليه وانت اللي عليت الليميت بتاعهم كمان. لكن كنا مستنيين واحد سوبر بقى يكسر الدنيا بقى. اتمنى للقاموش يجي يعمل حاجه، يعني اتمنى عشان خاطر بقى ايه دماغنا وجعتنا من القصه دي. لكن عثمان مروان، انا بقول لك مروان عثمان اوتاكا ده مهاجم ان شاء الله
منتخب مصر في كاس العالم لو مشى زي ما انا يعني مستبشر بيه كده، هجام سريع، بينزل يعمل محطه كويس، بيعمل ده كويس، كويس جدا، هايل هايل. محمد شريف قريب قوي هتشوفوه في زد، لان خلاص كده انا شايف محمد شريف قل قوي، فقريب قوي محمد شريف هتلاقوه فين؟ هتلاقوه في زد. عندك طبعا قائمه النادي الاهلي. قائمه النادي الاهلي مع يانج افريكانز في عنصرين من الصفقات الجديده مهمين جدا. انا بس متفاجئ من كلمه اللي ايه، عمرو الجزار بدا ينزل من بعد الاصابه. هو احنا مكتوب على اسمنا اي لاعب بنتعاقد معاه يجي له اصابه ويعمل استشفاء من الاصابه وينزل تدريب؟ انا مش فاهمها، والله ما فاهمها. يعني بيقول لك عمرو الجزار خلاص تعافى من الاصابه وينضم لقائمه النادي الاهلي. لا، انا عايزك تنضم للنادي الاهلي عشان خاطر اسباب فنيه، او مش منسجم، او بتعمل استعداد او اعداد ليك، لكن كنت مصاب وراجع دي بتقفلني. عمرو الجزار مستبشرين بخير، قلنا طبعا دي صخره الدفاع الجديده للنادي الاهلي، وان شاء الله يعمل حاجه ويكسر الدنيا. ده اول عنصر. تاني عنصر الحمد لله بقى في القايمه هو مع يانج افريكانز، وهو يوسف بالعمري باك الشمال. هيبقى اساسي ما اظنش، او ممكن يعني انا يستروب قلبه ميت. احنا شفنا مروان عثمان، انا قلت ايه هينزل بديل مش عارف ايه بتاع، لا هوبا لقيت لك مروان عثمان اساسي في النادي في التشكيل، ومرتين على التوالي يانج افريكانز، والماتش كمان اللي وراه بتاع وادي دجله اتفاجئت بيه طبعا. فيوسف بالعمري اساسي، ممكن احتياطي اكيد. تشكيل النادي الاهلي انا بقول لك يلعب مع يانج افريكانز. ياستروب بيعجبني في حاجه، بره ارضه زي داخل ارضه، دي عجباني مع ياستروب الصراحه. بيلعب كره هجوميه، بيعرف يستغل المساحات، بيشوف اجواء المباراه عامله ازاي، الفرقه دي اللي قدامك بتدافع ولا بتلعب ضغط عالي، بتعمل ايه بالظبط، وبيلعب على اساسه. بيلعب على اساسه. ياستروب شفنا تطور جامد جدا في بعض من اللعيبه. شفنا امام عاشور تطور ازاي، شفنا تريزيجيه رجع احسن من الاول. يعني اول ما جه الاهلي كان لسه شويه، كان اناني، كان بيحب يشوط كتير، كان عايز يعمل حاجه. لا دلوقتي تريزيجيه الوظيفه بتاعته الجديده اللي بيكمل تحت المهاجم، بقى هداف، بقى خطير جدا. شفنا طبعا بيعمل ايه. فانا شايف هيبدا بنفس التشكيل، مش هيغير ياما. انا شايف هيبدا بنفس التشكيل اللي بدا بيه طبعا الماتشين اللي فاتوا. وشايف يوسف بالعمري طبعا اضافه جامده جدا، احنا محتاجينه ان شاء الله يكسر الدنيا مع النادي الاهلي طبعا، لان احنا محتاجينه خلاص. احنا دي الصفقه بتاعتك ودي السوبر، ومش مش هنقعد بقى نرجع تاني للقصه دي، ده مش هيبقى حلو، لا ده مش عارف ايه، لا باذن الله هتكسر الدنيا مع النادي الاهلي. عمرو الجزار انا شايف اللي ممكن يلعبه اساسي برضه او احتياطي، بس هيشارك. انا شايف عمرو الجزار هيشارك، لان عمرو الجزار لو ثبت نفسه خلاص شكرا كده قلب الدفاع بتاعنا ياسر ابراهيم عمرو الجزار. مع ان هادي رياض انا مستبشر بيه، خلي بالك هادي رياض اتفرجت له على ملخص ليه، لا بيعرف يستلم، بيفكرني مش هقول لك زيه، لا بيفكرني بمين؟ بمحمد عبد المنعم. ايوه بيفكرني بمحمد عبد المنعم، ودي حاجه كويسه جدا، لان انت عندك قلب الدفاع الاصابات بتاعتهم ياما، ويبقوا طبعا هم اصلا في مركز خطر جدا في الالتحامات، فانت عايز اساسي ليك. يعني مثلا ياسر ابراهيم بيلعب وعمرو الجزار لا قدر الله حد فيهم وقع جاله حاجه، عندك ياسين مرعي وعندك هادي رياض، هيقدر اللي هو يسد معاك، هيقدر اللي هو يحسسك ان مفيش فرق جامد قوي، ان الدنيا لسه بخير. دي الحمد لله احنا فيها. طبعا احمد عيد ده انا عندي يعني تحفظ شويه، لان احمد عيد الباك اليمين الصفقه الجديده اللي احنا جايبينه احتياطي لمحمد هاني، هو احتياطي كان في المنتخب واحتياطي في النادي المصري قبل ما نجيبه، وجبناه احتياطي، احنا جايبينه عشان خاطر احتياطي تقريبا يعني. لكن هو كمستوى هو لسه ما ظهرش، بس اللي انا شفته مع المنتخب او مع المصري مش هو ده الباك اليمين للنادي الاهلي. معرفش انت هتبقى متفق معايا ولا لا، بس انا شايف مش هو الباك اليمين، وانا ما كنتش عايز اجيبه، لان شفنا طبعا جماهير الزمالك زعلانه ازاي ومش عارف ايه، دي حاجه تانية. نخلص بقى من دوت. امبارح خلص طبعا المطوشه بتاعت الدوري طبعا في الجوله طبعا 16، الدوري ولع، الدوري حرفيا ولع بعد تعادل بيراميدز مع نادي مع نادي الجونه، طبعا مفاجاه.
وخساره سيراميكا كليوباترا من النادي المصري بعد ريمونتادا. يعني سيراميكا طبعا الاكس بتاعت النادي الاهلي اللي اخده اللعيبه كلها من النادي الاهلي، سيراميكا كليوباترا طبعا كسبانه 1-0، النادي المصري يقلب الطاوله ويكسب 2-1. والزمالك تتفوق على بتروجيت كمان، يعني تتفوق على بتروجيت، لعبت ماتش يعني في المتناول بس كسبت. فكده الدوري عندك ولع. تخيل الخمسه المنافسين للنادي الاهلي، عندك سيراميكا بعد الخساره طبعا بقت خلاص ثابته عند 32 نقطه، عندك بيراميدز عندها كمان دلوقتي ايه، بقت وصلت 28 نقطه، عندك النادي الاهلي 26، الزمالك 25، المصري 23. انت الدوري ولع. هو ده بقى المنافسه، وهو ده اللي احنا بنتكلم عليه، وهي دي بقى المنافسه بتاعت الدوري المصري، ان يبقى الخمسه الاوائل والسته كمان. انت عندك وادي دجله نفس النقط برضه بتاعت المصري، بس خلاص المصري بيتفوق عشان كسب. كده الدوري ولع، فرق نقطه ونقطتين بينك وبين اللي فوقيك. كده هنشوفوا بقى ده دوري ونستمتع. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، يا رب تكونوا استمتعتوا. ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك بتاعك الجميل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.